ايه هو الاتريبيوشن موديلنج وايه هي انواع المودلز الموجوده في جوجل اناليتكس 4. لو كنت بتشتغل على ويب سايت او ابلكيشن بيحصل عليه كونفرجنز، فاكيد الاتريبيوشن موديلنج هيغير نظرتك لكل اللي جاي، سواء في شغلك او استثمارك في التشانلز اللي انت موجود عليه. ده غير كمان انه هيساعدك تاخد قرارات مختلفه بخصوص الكامبينز بتاعتك، علشان كلها تتحرك مع بعض في اتجاه تحقيق كونفرجنس اكتر، خصوصا بعد ظهور GA4 واللي بيسمح لك تختار الاتريبيوشن موديل المناسب ليك على مستوى البروبرتي، ومن خلاله بيعرض لك الداتا، وكمان تقدر من خلاله تعمل مقارنه بين 2 موديلز في جدول واحد وتشوف وجهات نظر مختلفه جنب بعض، وهنفصل ده مع بعض قدام. ولو لسه جديد على اتريبيوشن موديلنج، هو الطريقه اللي بتحسب على اساسها الكريدت الخاص بالكونفرجنس على الشانل جروب او السورسز في GA4 في الجزء الخاص بالكونفرجن موديلز، وبتحدد من خلاله مين السورس او الجروب تشانل الكسبان بالنسبه لك واللي بيحقق لك كونفرجنس اعلى، وبالتالي تاخد قرارات اقرب للصح في الكامبينز اللي بعد كده. طب ليه مهم اقرب داتا من خلال اتريبيوشن موديل معين؟ مهم عشان قرار الشراء او الكونفرجن ما بيحصلش بسبب بيس اوف كونتنت واحد او اد واحد على تشانل واحد، ده بيحصل بعد اكتر من اد اليوزر شافه واكتر من بيس اوف كونتنت اتفعل عليه، فالكونفرجن بيحصل بالتتابع وباكتر من مؤثر. واكيد هيفرق معاك معلومه انهي تشانل بتوصل لك كونفرجنس اكتر، وده اللي انت بتعرفه من الاتريبيوشن موديل، وهيوضح لك ده بالامثله قدام. ومن خلال الاتريبيوشن موديلنج بتقدر تستفيد بالثلاث حاجات دول. رقم واحد، انك توصل لكاستمرز عندهم قابليه اتخاذ قرار الشراء اكتر وهم في الباث بتاعك، وده لانك بتفهم اكتر الفانلز اللي بيمشي فيها اليوزر عشان يحصل كونفرجن. رقم اثنين، بتقدر من خلال المودلز المختلفه توصل لاكتر صوره حقيقيه للبيزنس بتاعك، لانك بتعرف الناس اللي بتعمل كونفرجنس عندك بتشتري منك ازاي وبتبحث عن ايه بالظبط وفين عشان توصل للمنتج بتاعك وتشتريه. رقم ثلاثة، بتحسن البيدنج استراتيجي بتاعك، لانك بتفهم اكتر الكامبينز بتاعتك اشتغلت ازاي وايه مدى تاثيرها على الكونفرجن فانل اللي بيتحرك فيها اليوزر. لو عايز تعرف مثال عن ازاي بتحسن البيدنج استراتيجي بتاعتك عن طريق الاتريبيوشن موديل، اكتب لنا كومنت وهنبعته. ومن الحاجات المهمه تعرفها ان الاتريبيوشن موديلنج بيقدر يقرا كل الشانل جروبس البيد والانبيد، وعشان يقرا في الكونفرجن باث البيد شانل بالتحديد لازم يكون اليوزر اتفاعل مع الاد بشرط من الشروط اللي هتظهر لك دلوقتي على الشاشه. واحد، اتفرج على اعلان الفيديو لمده 30 ثانيه. 2، عمل كليك على تيزر كارد للموبايل ابلكيشن، او عمل كليك على بانر الاعلان او الفيديو والاد. رقم 4، عمل كليك على العبارات اللي بتكون كول تو اكشن. رقم 5، عمل كليك على الاند سكرين بعد نهايه الفيديو اد. واخر حاجه انه يكون عمل فيزيت للادفرتايزرز ويب سايت. اكيد كده وضح لك اهميه الاتريبيوشن موديل، فهمت اكتر ايه اللي ممكن تكسبه من استخدامك لكل معلومه بتوصل من خلاله. بس خلينا نلم كل اللي فات ان من الاخر كده الاتريبيوشن موديلنج دي عباره عن شويه رولز والجوريزم بتفلتر لنا الباث اللي حصل فيها كونفرجن، كمان الباث اللي ما حصلش فيها اي كونفرجن، علشان تقدر توصل لكونفرجن ريت موديل معين، وعلى اساسه بيدي كريدت لكل تشانل عمل من خلالها اليوزر اي انتراكشن. والكريدت ده عباره عن درجه بتاخدها كل تشانل موجوده في الكونفرجن باث، والدرجه دي بتعبر عن تاثيرها على اعداد الكونفرجنز اللي بتوصل على السيستم، وده بيحصل بعد استنتاج السيستم لباترنز مشتركه في كل الباث نتيجه الفلتره اللي بتحصل في الاول. الاتريبيوشن موديلنج عباره عن سيستم كبير موجود على جوجل ادز وجوجل اناليتكس، وليه انواع مختلفه فيها اللي بتلتزم بطريقه واحده لتوزيع الكريدت، وبتكون من خلال رول ثابته فيها اللي بيكون عباره عن الجوريزمز مرنه قايمه على التحليل المستمر للداتا، وبتتغذى بشكل مستمر بداتا أكتر. كل اللي جاي هيكون عباره عن شرح لانواع المودلز الموجوده في GA4، وهما نوعين: الكروس تشانل رولز موديل والادز بريفيرد موديل. في النوعين الكريدت بيتوزع على كل انواع التشانلز والتاتش بوينتس، ما عدا الدايركت فيزيت ما بتتوزعش عليها اي كريدت الا على اليوزر باث اللي كلها عباره عن دايركت فيزيت. دلوقتي يلا نتكلم اكتر عن كل نوع بالتفصيل. النوع الاول كروس تشانل رولز موديل، وده من الانواع اللي بيستخدم رول ثابته او مجموعه من الرولز على اساسها بيوزع الكريدت على التشانل، وبيقدر يعمل ده ب6 طرق توزيع مختلفه. الموديل رقم 1 داتا دريفن اتريبيوشن موديل، هو من الانواع اللي بتعتمد على الجوريزمز مرنه زي ما وضحت لك، واللي بتعتمد على جزئين رئيسيين. اول جزء تحليل الداتا اللي بتوصل على الاكونت عشان يقدر يوصل لكونفرجن ريت موديل، وده بيحصل بناء على كل الكونفرجن ايفنت اللي حصلت من اليوزر في الكونفرجن فانل. ثاني جزء بيستخدم الموديل اللي وصل له في الخطوه الاولى عشان يبني توقعات عن تاثير كل تشانل في الفانل، ويغذي بتوقعاته دي الالجوريزمز بتاعته، وساعتها بيقدر يدي الكريدت لكل التشانل. الداتا دريفن اتريبيوشن موديل بيعتمد على الماشين ليرنينج، وده علشان يقدر يقوم بدوره الاساسي في الحاجتين اللي لسه قايلين. وخلال مرحله تحليل الداتا اللي بيقوم بيها بيقدر يتعلم ازاي التاتش بوينتس بين اليوزر وبين الشانلز المختلفه بتاثر على نتيجه اعداد الكونفرجن، ده مع الاخذ في الاعتبار عوامل زي نوع الجهاز وعدد التفاعلات على الاعلان نفسه وترتيب عرض الاعلان وانواع الكرييتيف اسيتس المستخدمه. علشان كده الموديل ده بيعتبر من اكتر الانواع دقه، ومع الوقت بيتطور من خلال الداتا اللي بتزيد على الاكونت. الموديل رقم 2 كروس تشانل لاست كليك، وهنا 100% من الكريدت بيروح لاخر الشانل اللي اتفعل عليها اليوزر. قبل الكونفرجن
الكونفرجن مباشره. يعني مثلا لو اليوزر عمل انتراكشن على سوشيال اد لمنتج انت بتعرضه على فيسبوك، وبعدين اتفاعل من خلال جوجل على اعلان المنتج عندك، وبعدين اتفاعل مع كونتنت بعد ما عمل سيرش على موضوع له علاقه بالمشكله اللي بيحلها المنتج بتاعه، واخيرا راح يشتري على طول وحقق كونفرجن. فبقى اليوزر باث عباره عن بيد سوشيال، بيد سيرش، اورجانيك سيرش، كونفرجن. الكريدت في الطريقه دي هيدي 100% للاورجانيك سيرش. الموديل رقم 3 كروس تشانل فيرست كليك. هنا 100% من الكريدت بيروح لاول تشانل اتفاعل عليها اليوزر في اليوزر باث، وده عكس الموديل اللي فات. مثلا لو على نفس المثال اللي فات اللي فيه اليوزر باث عباره عن بيد سوشيال، بيد سيرش، اورجانيك سيرش، كونفرجن، الكريدت في الطريقه دي هيدي 100% للبيد سوشيال. الموديل رقم 4 كروس تشانل لينر. في الموديل ده الكريدت بيتوزع بالتساوي على كل التشانلز اللي عدى عليها اليوزر لحد ما حقق الكونفرجن. الموديل رقم 5 كروس تشانل بوزيشن بيج. هنا الكريدت بيتوزع 40% منه على اول تشانل في الباث، و40% منه على اخر تشانل في الباث، وال20% الباقيين بيتقسموا بالتساوي على كل التشانلز اللي في النص. الموديل رقم 6 كروس تشانل تايم ديكي. الموديل ده بيعتمد بشكل كامل على الوقت. كل ما كان التشانل اللي حصل عليها تاتش بوينت من اليوزر ميعادها اقرب للوقت اللي حصل فيه كونفرجن، فهيكون ليها نصيب اكبر من الكريدت. وهنا بيطبق نظريه اسمها دايز هاف لايف 7، يعني التشانل اللي حصل عليها كليك من 8 ايام قبل الكونفرجن ليها نص نصيب الكريدت اللي هيتوزع على التشانل اللي حصل عليها كليك قبل الكونفرجن بيوم واحد بس في العموم نسب توزيع الكريدت في الموديل ده بتتوزع بمقدار المده الزمنيه، مش شرط تكون المده بين التاتش بوينتس هي 7 ايام او اكتر. يعني مثلا لو اليوزر اتفاعل على تشانل واحده وهي الاورجانيك سيرش، بس من خلال سيرش عمل على جوجل ترتيب مختلف على 4 كيوردز، فلما يتوزع الكريدت على الكيوردز، الكيورد الاولى هتاخد اقل كريدت بالنسبه لباقي الكيوردز، والكيورد الاخيره هتكون صاحبه اكبر نصيب من الكريدت، وده لانها الاقرب من ناحيه الوقت للكونفرجن اللي حصل. النوع الثاني ادز بريفيرد موديل، وده الموديل اللي بيميز جوجل ادز عن باقي التشانل، واللي بيدي 100% من الكريدت لاخر تاتش بوينت بين اليوزر وبين جوجل ادز حصل فيها جوجل اد كليك ايا كان ترتيبها في اليوزر كونفرجن باث. يعني مثلا لو اليوزر اتفاعل مع اعلان على فيسبوك بوست، وبعدين اتفاعل مع اعلان على جوجل، وبعدين اتفاعل مع محتوى البلوج بعد ما عمل سيرش على جوجل، فبقى اليوزر باث عباره عن بيد سوشيال، بيد سيرش، اورجانيك سيرش، كونفرجن. كده الكريدت هيروح 100% منه للبيد سيرش. وهنا هيجي في دماغك سؤالين: ازاي تحدد الموديل الانسب ليه؟ وده ممكن نرد عليه في فيديو لوحده، ولو مهم بالنسبه لك قول لنا في الكومنتس. ثاني سؤال: ازاي اظبط الاتريبيوشن موديل في ريبورتس؟ وتعالى دلوقتي نعرف ازاي نقدر نظبط الريبورتنج اتريبيوشن موديل اللي هتستخدمه على مستوى البروبرتي في جي 4، واللي يعتبر اضافه كبيره لان دي اول مره تقدر تحدد فيها نوع الاتريبيوشن موديل اللي حابب تستخدمه، واللي هيكون ليه تاثير على الريبورتس اللي ليها علاقه بالكونفرجن والريفينيو. يلا نروح على جي 4 علشان نشوف هنقدر نعدل الموديل منين، وبعدها نشوف ازاي هنوصل للموديل كومباريزن. فمن ادمن سيكشن هنختار attribution settings reporting attribution model، وهتختار الموديل اللي انت شايفه مناسب اكتر للاستراتيجي بتاعك، واللي بالتجربه هتقدر توصل للاختيار الاصح بالنسبه لطبيعه البيزنس بتاعك. كمان نوع الادز اللي بتشتغل عليه. تاني حاجه وهي ان نقدر نوصل لريبورتس خاصه بمقارنه الاتريبيوشن موديل، واللي الهدف منه انك تقدر تقرا الداتا باكتر من موديل قدام بعض، وتحدد الفروقات بين التشانلز المختلفه اللي بيعدي عليها اليوزر عشان تقدر تاخد قرار افضل. من السايد بار ندخل على الادفرتايزنج، وبعدين نختار موديل كومباريزن، وهنا زي ما احنا شايفين عندنا دايمنشن معين بيتوزع عليه الكريدت والريفينيو، وده بتقدر تغيره من الاوبشنز المتاحه في الدروب داون منيو اللي هنا. ومن المترك بتحدد نوع الموديل اللي حابب يتوزع بناء على الكريدت في الجدول، ومن هنا في العمود ده بتحدد نوع الموديل الثاني اللي حابب تعمل المقارنه معاه. تاني حاجه هندخل عليها وهي الكونفرجن باث، وده الجدول اللي بتشوف فيه اليوزر باث بناء على الموديل اللي انت بتحدده. من هنا برضو بتقدر تغير الدايمنشن اللي حابب تقرا الداتا من خلاله. في نفس الصفحه دي بيكون في جدول تاني بتفاصيل واعداد الكونفرجن وباقي تفاصيل، بتقدر تغير الدايمنشن اللي حابب تقرا من خلاله الداتا من هنا. خد بالك انت هنا بتقرا الداتا بناء على اختياراتك في الجداول، مش بناء على البروبرتي سيتنج اللي انت محدد فيها نوع اتريبيوشن موديل معين. لحد هنا انت عرفت كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن الاتريبيوشن موديلز في جي 4، ولو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت وهنجاوبك عليه على طول.